العدو وهم أصل البليات، لا سلم الله حكام الإمارات. لا تحسبوا أننا ننسى جرائمكم أو أن نكن لكم غير العداوات. ويا ابن زايدة إن الدهر ذو قير والظلم يردي ذويه في النهايات. غدا ستبكي بكاء لا انقطاع له كما ضحكت كثيرا في البدايات. والجنجويد وإن طالت سلامتهم يوما سنحصدهم حصد النباتات. وخفف الحزن عنا أن من قتلوا منا على يدهم ليسوا بأموات. يقف اليوم كل العالم شاهدا على انتهاكات ومجازر ميليشيا الدعم السريع المتمردة الإرهابية، تلكم العصابات البربرية المجرمة التي أمعنت في قتل وسحل مواطن الفاشر الأبرياء العزل بسلاح وعتاد تمول شراءه وتوصيله دويلة الشر الإماراتية سيئة الصيت والممشى. يقف العالم ويرى ويسمع استغاثات الضحايا لجلاديهم الذين ما توانوا عن قتلهم وذبحهم بدم بارد على أسس عرقية، منفذين بذلك إبادة جماعية مروعة. تفاعل السودانيين كبيرا وشجبهم وإدانتهم أكبر لما حدث لمواطني الفاشر. كاميرا الإعلام العسكري نقلت جانبا من ذلك، نشاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل في محكم تنزيله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إخواني الأعزاء في كل بقاع العالم، اليوم ترون السودان ينزف، ترون السودان ينزف، ترون الفاشر، ترون بارا. قاتل الله هؤلاء المجرمين، قاتل الله هؤلاء المجرمين. نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يسلط على من يدعم هذه الميليشيا الباغية، الميليشيا المتمردة، الميليشيا البربرية، الخزي والعار، الخزي كل الخزي، الخزي كل الخزي لمن يقف مع هؤلاء الخونة، لمن يقف مع هؤلاء المرتزقة. والنصر قريب والنصر حليفنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر قواتنا المسلحة في كل المحاور. نسأل الله سبحانه وتعالى النصر لها، نصر من الله وفتح قريب، نصر من الله وفتح قريب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. حزينين على ما حصل في فاشر السلطان شنب الأسد من الانتهاكات الجسيمة التي أتت على يد هؤلاء الخونة المرتزقة عصابة آل دقلو الجنجويد من قتل والذبح وتشريد وانتهاكات واغتصابات. ومن هنا نعلن تضامننا مع الفاشر أهلنا في الغرب، ونؤكد أننا عازمون على بنائها من جديد، حتى لو انهدت سنبنيها من جديد وتعود بلادنا الحبيبة أحسن مما كانت وأفضل مما كانت بيد سواعد شبابها وأنصار جنودها والنصر للقوات المسلحة، والنصر للقوات المسلحة. الله أكبر، الله أكبر، ولا نامت أعين الجبناء. نصر من الله وفتح قريب. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم مواطن علي فضل الله علي الطاهر. نعلن وقفتنا وتضامننا مع أهلنا أهل الفاشر، فاشر الصمود، فاشر السلطان، قلعة النضال، ونضيم بأشد العبارات الانتهاكات التي حصلت من قبل قوات الدعم السريع، ميليشيات الجنجويد، عفوا ميليشيا الجنجويد، ميليشيات بني زايد، فئران الدولار، جرابيع الدولار. ونعلن وقفتنا وتضامننا مع أهل الفاشر، ونحن ما بنفرط في شبر واحد من بلدنا. وزي ما حررناها من الجزيرة والدندر وسنار والسوكي والجزيرة والخرطوم وحجر العسل والجيلي، سنحررها إن شاء الله بإذن الله. كردفان ودارفور الحبيبة، فاشر الصمود، فاشر السلطان، قلعة النضال، شنب الأسد. إن شاء الله حدنا معكم ومدافوق يا ميليشيات الجنجويد، يا ميليشيات الأوباش. زيكم ده ما بتخشوها، ما بتخشوها انتوا. وكل القوات يد واحدة،
الجيش والمشترك، البراؤون، الدرع السودان، العمل الخاص، كلها بمسميات المختلفة، في النهاية القضية واحدة، وستتحرر إن شاء الله بإذن الله، بإذن الله الواحد الأحد. الله أكبر الله أكبر، بإذن الله واحد، جيش واحد، شعب واحد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الرسول المصطفى. والله ما حصل في الفاشر قد أفجعنا وأحزننا، وإن دل ذلك يدل على أن هذه الميليشيا مرتزقة صهاينة لا دين لهم. ما حصل في الفاشر وما حصل من المجرم أبو لؤلؤة الوحش الذي غطل الأطفال وشرد الأهالي وقتل النساء، قبحه الله حيثما مشى وحيثما ذهب. وإن شاء الله وبإذن الله تعالى بهذه الفعلة ستستنفر كل ولايات السودان، وبإذن الله تعالى سنختص لكل من سفك دمه وسفح، وبإذن الله تعالى بإذن الله النظر آت، بإذن الله آت. الله أكبر، الله أكبر، ولا نامت أعين الجبناء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الأوقات تعيش مدينة الفاشر، هذه المدينة المنكوبة، أحداث دامية من قتل ومن تشريد ومن نزوح ومن غيره من الأشياء القاسية التي تعيشها هذه المدينة. نحن كسودانيين غيورين على هذه الدولة السودانية، نتضامن وبقوة مع هذه المدينة، وليس يعني تضامنا عاديا، بل تضامن محب وتضامن مواطن سوداني لا يريد أن يصيب أحد مواطني هذه الدولة الشريفة، هذه الدولة القوية، أن يصيبها مكروه. صراحة ما يعيشه مواطن الفاشر يعيشه كل السوداني، حتى إذا كان في منطقة آمنة، إذا كان هني بعيشة رفاهية وغيرها من العيشة، هو يحس ما يشعر به سكان هذه المنطقة، منطقة الفاشر. ولكن ما نقوله بأن الله عز وجل وقوات شعبنا المسلحة قادرة على أن تقلب الطاولة في أي لحظة، وهذا ما يتمناه وهذا ما يدعوه كل سكان السودان. وأيضا تتعاطف معنا، ليس السودان وحده، تتعاطف معنا جميع شعوب العالم، لأن ما يحصل في الفاشر هو ليس فعل إنسان وليس فعل يمد للحياة بصلة صراحة. ونتمنى من الله عز وجل وقوات شعبنا المسلحة أن تعود بقوة وتخرج هذه المدينة المنكوبة، هذه المدينة التي لا تعيش هذه اللحظات أي نوع من أنواع الحياة. نتمنى أن تكون قواتنا المسلحة وفضل الله عز وجل أن تأتي بثمار ناجحة في أي لحظة، ودعواتكم ونحن معكم قلبا وغالبا أهلنا في الفاشر. أنا المواطن إبراهيم العثمان إبراهيم أعلن وقفتي وتضامني مع أهلنا في فاشر السلطان، ويسأل الله أن يتقبل شهدائهم وأن ينصرهم على الطغيان، وربي ينصر قواتنا المسلحة. والله أكبر والله أكبر. إن شاء الله إن شاء الله كلنا الفاشر، ونضمن وقفتنا وجميع أهلنا في السودان تضامنا مع أهل الفاشر، وربي يتقبل شهداء أهل الفاشر ويشفي جرحى أهل الفاشر، وينصرهم على من تمرد وتجبر وطغى وأعلن قتل المواطنين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا رب، وقوي بأزرهم، اللهم احفظهم، اللهم قويهم على الطغيان، على المتمردين والميليشيا الباغية التي أصلت على السودان جميعا، التي فعلت ما فعلت بأهل السودان. وإن شاء الله ربي ينصر القوات الشعب المسلحة، ونضمن وقفتنا وتضامننا مع قوات الشعب المسلحة قالبا وقلبا. اللهم يا حي يا قيوم انصر أهل السودان على الطغاة وعلى المتمردين العاصوا الفساد في البلاد يا رب العالمين. ونضمن وقفتنا وتضامننا مع أهلنا في الفاشر، وربي يشيل من أزرهم ويحفظهم إن شاء الله، والنصر قادم بإذن الله سبحانه وتعالى. الله أكبر الله أكبر، شعب واحد جيش واحد. الحمد لله على ما أراد الله، وبحمد الله إنه أنا ولدي شهيد في الفاشر، وبحمد الله إنه ولدي استشهد في معركة الكرامة، وبحمد الله عليه إنه شهيد قريب وطن. الله يتقبله هو معاه.
كلنا الفاجر. كلنا الفاجر، كلنا الفاجر، كلنا الفاجر. جيش واحد، شعب واحد.